السلام عليكم. الجو حر، محتاجين حاجة كده ترطب على قلوبنا، تكون طريقتها سهلة وفي نفس الوقت اقتصادية وغير مكلفة. يلا مع بعض هنعمل النهاردة حلى الحليب التركية، الاقتصادية السهلة جدا. هنشوف مقاديرها مع بعض وهنشوف طريقتها. بس لو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة، ونسمي الله ونبدأ بالطريقة. حلة على النار ضيفي فيها نص كوباية من الزبدة، ويدوبك الزبدة بس تفك، مش هنقدحها علشان البودنج اللي هنعمله ما ياخدش معانا لون غامق. بعد كده اول ما فكت معانا بدأت انزل عليها بكوباية من الدقيق متعدد الاستخدام، وبدأت اقلبه كده لحد ما الدقيق خد تحميصة بسيطة كده معايا، وبدأ يبقى ناعم وطعم الدقيق كمان راح. بعد كده بدأت أنزل كده برتل من اللبن، بس هنزل بيه على مراحل، يعني هنزل بكوباية وهقلب لحد ما كوباية الحليب تختفي، هنزل بالكوباية التانية، وهكذا لحد ما أخلص كمية الحليب اللي عندي. بعد كده هقلب كويس علشان الخليط ما يلزقش معايا، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية إلا ربع من السكر، والسكر هنا ممكن يزيد أو يقل على حسب حبكم للسكر. بعد كده نزلت بباكت من الفانيليا، ويفضل طبعا يكون الفانيليا بودر. بعد كده نزلت معلقة من الكريم شانتيه اللي هو البودر، ومعلقة من القشطة اللي هي وش اللبن، انا بخزنها عندي. وده طبعا اختياري، بس عايزة اقول لكم بتدي طعم وقوام كريمي كده، طعم لذيذ جدا للبودنج ده. طبعا هي مش اساسية في الوصفة، اللي هي معلقة الكريم شانتيه ولا معلقة القشطة، مش أساسية في الوصفة، بس طبعا لو حابين تضيفوها ومتاحة عندكم ضيفوها. بدأت بقى أنزل البودنج كده بعد ما بقى كريمي معايا، بدأت أعبيه في الأكواب بتاعتي والبايركس زي ما انتوا شايفين كده، وهخليه بقى على الرخام لحد ما يبرد وطبقة البودنج كده تتماسك من فوق. بس طبعا لما تحطوا طبقة البودنج سيبوا كده مسافة قد عقلة الصباع او اقل شوية، علشان الطبقة طبعا التانية. نشوف بقى الطبقة التانية هنعمل فيها ايه. حلة على النار ضفت فيها كوب الا ربع من السكر، وما بدأتش كده احرك فيه الا لما السكر ساح وداب تماما. كوبايتين بقى من المية ضفت لهم معلقتين كبار من النشا وقلبتهم كويس، ونزلت بيهم بقى على صوص الكراميل ده. واول ما هتدلقوا المية والنشا عليه هيبدأ يقفش معاكم، ما تقلقوش، شوية بشوية كده هيفك معاكم، وهيبقى الصوص بتاعه بالشكل ده كده. واول ما يفك وهيبدأ يغلي، وطوا عليه النار وسيبوه يغلي لمدة 7 دقايق، هتلاقي الصوص تقل معاكم وبقى طبقة جميلة كده وشبيهة بالبودنج، بس اخف شوية. نتأكد بقى ان الطبقة الاولانية تماسكت معانا، ننزل عليها بالطبقة التانية، وهنسيبها على الرخامة لحد ما تهدى شوية، وبعدين ندخلها التلاجة على الرف، ونسيبها كده ساعة لساعتين علشان تكون معاكي متماسكة. واستمتعي بقى بأحلى حلو سهل واقتصادي وبسيط وطعمه جميل جدا. بجد لو جربتيه هتدمنيه ومش هتبطلي تعمليه من كتر ما هو حلو وطعمه لذيذ جدا. لو وصلت معايا لحد هنا بفكرك تعملي لايك لو لسه ما عملتيش. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.